حاسب يا شيخ على بطن من السيدة واعرف كل الأكيدة. خلينا ندخل في المود اكتر. واهلا بكم في فلوج جديد من اسكندريه. يلا بينا. اهلا بكم في اسكندريه. اهلا وسهلا بيكم في فلوج جديد من اسكندريه. وده حاليا البيت اللي انا هقعد فيه. ده السرير بتاعي والدولاب. الدولاب خفيف لطيف كده وفيه بطانيه. وده كان الفيو من الشباك اللي كان في الاوضه. وبعد كده نزلت ورحت عند الفور سيزون. اوكي، انا ورايا حاليا فور سيزون عند سان ستيفانو. ماشيه شويه في المول اللي جوه، ممكن اخش اتفرج على فيلم ولا حاجه زي كده. مستني بس الاشاره تفتح، قدامها بتاع 200 ثانيه. اوكي، انا حاليا بنعدي سان ستيفانو من على الشارع، كل العربيات واقفه. احساس حلو ان انت تلتزم بالاشاره. قدامي 13 ثانيه حاليا، كل العربيات واقفه قدامي هي ورا. وهنا كنت دخلت ستور في المول كان بيبيع ديليت ليفربول، بس كانت ب 150 جنيه مش عارف ليه، فما جبتهاش طبعا. طيب يا شباب، انا روحت، ما عملناش حاجات كتير بصراحه. مشينا شويه في المول وبعد كده ركبت وروحت، وانا حاليا في البيت الساعه 12:30. انا هنام حاليا، اشوفكم بكره ان شاء الله. صباح الخير، يوم جديد. الساعة حوالي 7:30 تقريبا. اوكي، فانا حاليا نازل رايح البحر في الأوضة بتاعتي الغريبة دي. ليتس جو. خلصنا البحر وبعد كده هنروح عند مكتبة اسكندرية. الطريق لمكتبة اسكندرية. المكتبة دي تعتبر من أقدم المكاتب في العالم، وفيها حرفيا كتب بالهبل. مش عارف العدد بصراحة، بس هو أكتر من 250,000. صادف في اليوم اللي أنا رايح فيه المكتبة إن يكون في معرض مكتبة اسكندرية الدولي للكتب. كان في المعرض كتب كتير طبعا، وكان في زي لوحات فنية فيها صور جميلة أوي. كل الحاجات دي طبعا رسومات وهاند ميد يعني. اوكي، اللي ورايا دوت هو الاسكندر الاكبر. غالبا هو اللي عمل مدينه الاسكندريه، يعني كان لايك ليترلي محتل العالم حرفيا يعني. بعد ما لفينا شويه في معرض الكتاب الدولي، دخلنا المكتبه عشان نستمتع بالاجواء جوه المكتبه. اوكي، اللي ورايا ديت كانت كسوة الكعبة في مصر زمان. اوكي، انا ماشي حاليا في قسم الكتب في المكتبة. كل حتة بيكون مكتوب عليها الكتب دي تبع ايه. يعني مثلا القسم دوت كان مكتوب عليه إدارة الأعمال، ويعني تقريبا كل دوت برضو إدارة أعمال. دوت إدارة الأعمال الهندسة الكيميائية. كل جزء في المكتبة، مكتبة اسكندرية، بيكون مكتوب فيه الكتب ديت بتحكي عن ايه. يعني انا المفروض اوطي صوتي عشان صوتي عالي سيكا. بقى فيه زي ستاديز روم، كرسي ولمبه كده عشان تقعد تقرا الكتب وتذاكر لو عايز تذاكر، تخلص اللي انت وراك. تذكرة مكتبة اسكندرية للطلاب اللي زي ب5 جنيه. خلصنا المكتبة وبعد كده رحنا عند متحف السادات. البدلة اللي ورايا ديت هي اللي استشهد فيها أنور السادات لما كان بيعملوا العرض العسكري. ال5 اللي قتلوه اتعدموا. ده كان المكتب بتاع السادات زمان. ده كان يومنا النهاردة في مكتبة اسكندرية. بعد كده بالليل نزلت عند محطة الرمل. اوكي، احنا هنا في محطة الرمل، تحديدا عند تمثال سعد زغلول. كان قدامنا فندق سيلي، يعتبر من اقدم الحاجات اللي موجودة في اسكندرية قدام البحر. هلو، انا واقف قدام بتاع الايس كريم. جبت ايس كريم بالفراولة بسكوتة لان انا بحب البسكوت، طعمه حلو بصراحة. بيقولوا ايس كريم عزة احسن ايس كريم في اسكندرية. ودي كانت نهاية اليوم بتاعي النهاردة. بعد كده روحت. One day later. صباح الخير. داخلين متحف المجوهرات الملكية. هو ورايا حاليا الساعة حوالي 9 الصبح، فيلا بينا. أول لما دخلنا لبسنا زي جلافز للكوتشي عشان المتحف ما يتوسخش. التصوير عموما كان ممنوع، فحاولت اصور لكم شويه رسومات من اللي هوريها لكم دلوقتي سريعا كده. لما تروحوا اسكندريه ابقوا روحوا، يعني متحف جميل جدا بصراحه.
ده كان شطرنج بيلعب بيه الملوك زمان. دي المفروض انها لوحة يتعرفوا على بعض الاول، وبعد كده بيرقصوا مع بعض، بعد كده حبوا بعض، بعد كده اتجوزوا. وانت ماشي في المتحف هتلاقي دايما رسومات واشكال معينة بتحكي قصة هتلاحظها لو ركزت. وبس كده، ده كان فلوج النهارده. ما تنساش تسيب لايك وشير سبسكرايب على اي منصة انت بتتفرج منها، وتسيب كومنت للفيديو. كان معاك زين، سلام.